السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكون في عون جماهير نادي الزمالك. الله يكون في عونهم من مدربهم، من جوزفالدو فريرا. المدرب اللي خلاص الأخطاء فتحت معاه من ماتش أسوان، وغلط التشكيل وغلط التغييرات وغلط أماكن اللعيبة، ويفقد 3 نقط في ماتش أسوان عشان يجي النهارده كمان يخسر نقطتين المفروض ان هما في ايده اما بيلعب فرقة. طبعا يعني في مركز متأخر، او يعني في مركز ممكن قبل اخير، او 16 على الدوري، يعني عشان برضو تلعب فرقة زي الداخلية باسم نادي الزمالك، مع احترامي لفرقة نادي الداخلية طبعا، ونقارنها بفريق الزمالك ونجومه. لا، في حاجة غلط، في حاجة غلط طبعا. في الإدارة الفنية، في الناحية التدريبية. جوزفالدو فريرا بيعمل كل الغلطات اللي ممكن تتوقعها لو ما تتوقعهاش. ينزل تشكيل ويبتدي بأماكن لعيبة، وبعد كده يعمل تغييرات يبوظ بيها شكل الفريق أكتر، وما بيعرفش ان هو يوصل اللي هو عايزه. لو انت متأخر بجول ما تعرفش تتعادل، لو انت الماتش 0-0 ما تعرفش تتقدم. طب المشكلة فين؟ المشكلة فين وانت يعني كسبت الدوري مع نادي الزمالك، ويعني عملت كل الارقام القياسية معاهم؟ طب ايه اللي بيحصل؟ يعني ايه اللي بيحصل الايام دي في نادي الزمالك؟ جماهير نادي الزمالك يعني الله يكون في عونها. الله يكون في عونها. مشكلتها بتيجي من مدربها، من مدرب نادي الزمالك. مش مشكلة من بره، مش إصابات، مش غيابات، مش أي حاجة، إنما سوء تشكيل، سوء تغييرات. أبتدي مرة بشيكابالا، ألاعب المسلوسي، يعني النهاردة ألاعب المسلوسي مثلا ناحية الشمال، اعمل حاجات غريبه، اجيب رؤى، لا اجيب دونجا، لا طب انزل الجزيري، ابتدي باكينولا البنيني، ابتدي بيه، لا ما ابتديش بيه، اديله فرصه واسيبه في الملعب وهو صفر مجهود او صفر عطاء. فمش عارفين يعني لحد امتى جماهير نادي الزمالك تتحمل كل ده. فالله يكون في عون جماهير نادي الزمالك. النهارده الزمالك خسر نقطتين، كده الفارق بيزيد ل5 نقط ما بينه وما بين الاهلي المتصدر. الزمالك هو اللي بيحط نفسه في ورطه بايد مدربه، مش بايد حد تاني. لازم وقفه، لازم نشوف الاخطاء فين عشان جماهير نادي الزمالك تتنفس تاني، بدل ما هي عماله بتخرج من ازمه لازمه. والأزمة اللي بيصدرها لهم مدربهم الفني أو مديرهم الفني جوزفالدو فريرا. الزمالك محتاج إن هو يثبت تشكيله، يلاعب اللعيبة في أماكنها المعتادة، في عدلتها زي ما بيقولوا. زيزو في العدلة بتاعته، مين يبتدي في أول الماتش، ومين ياخد ربع ساعة، ومين ياخد تلت ساعة ينشط الهجوم. تبقى تغييرات محفوظة. الديفندرين اللي في خط النص امتى يكون واحد وامتى يكونوا اتنين، مين اللي يبقى شادو سترايكر، مين اللي يبقى وينجر، مين اللي يقدر ان هو يدي ويغذي الاطراف ويعمل كل العرضيات ويشغل الناس، مين يبقى في مركز 8. كل الكلام ده كله الزمالك محتاج وقفة. الزمالك محتاج ان هو يرجع الزمالك بتاع نهاية الموسم اللي فات واللي قبله، وان جوزفالدو فريرا ما يألفش ويعرف ايه المطلوب من الفرقة ومن اللعيبة بتاعته عشان يرضي جماهير نادي الزمالك اللي فعلا اتحملت بما فيه الكفاية. الزمالك بيواصل نزيف النقط، بيتسع الفرق ما بينه وبين الاهلي ل5 نقط فرق. ويا عالم ايه اللي هيحصل بعد كده. لو الزمالك ملحقش نفسه الفرق هيتسع عشان يقدر ينافس على بطولته المفضلة، ويقدر ان هو يحافظ على لقب الدوري العام. وان شاء الله تنتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم. ما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.